قرر سامي إنه يربي فراخ فوق سطح العمارة علشان يقلل مصاريف الأكل ويكون عنده مصدر للبيض الطازج. المهم اشترى 4 فراخ والديك وبنى لهم قفص خشب صغير فوق السطوح، وكان فرحان بيهم جدا. في يوم الجمعة قرر سامي ينضف القفص، ففتح الباب بتاع القفص ونسي يقفله كويس. في لحظة الفراخ شافت الفرصة الذهبية وجريت على السطح كله، والديك بدأ يصيح بصوت عال جدا كأنهم في حفلة هروب جماعي من فيلم أكشن. الجيران بدأوا يطلعوا يشوفوا إيه اللي بيحصل، وسامي بيجري ورا الفرخة اللي نطت على سطح الجيران وبيصوت: يا جماعة امسكوها، الفرخة دي باضت امبارح بيضة حجمها XL. استغفر الله في التعليقات واشترك في القناة اللي فوق بيضحك واللي تحت بيصور، والفرخة بتجري كأنها متدربة على سباق أولمبي. فجأة واحد من الجيران حاول يساعد، فوقع طاسة الجلية اللي كانت عنده، عملت صوت عالي جدا، فالديك اتخض وقرر يطير. والكارثة، الديك فعلا طار ونزل في بلكونة جارتهم أم منى. أم منى أول ما شافت الديك بيزق البلكونة افتكرت إنه غراب جاي يسرق الغسيل، فرمت عليه الشبشب والديك رده بشياكة ونط جوه الصالة. وفي أقل من 5 دقايق العمارة كلها بتجري ورا الديك، وسامي بيحلف إنه آخر مرة يربي كائنات بتجري أسرع منه. وفي الآخر رجعوا الفراخ والديك، بس سامي من يومها كل ما حد يشوفه يقول له: ها، البيضة الXL